حبايب قلبي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. المدارس على الأبواب، كل سنة وانتوا طيبين. ومع كل يوم من أيام المدرسة مش هنقدر نستغنى عن سندوتش العيش الفينو، سواء لينا وإحنا رايحين الشغل أو لولادنا وهم رايحين المدرسة. ومع ارتفاع الأسعار والدنيا اللي بقت مولعة نار، انت محتاجة ميزانية بس للعيش الفينو. النهاردة هعملك ألذ وأطعم وأطرى وأوفر رغيف فيه عيش فينو ممكن تعمليه في حياتك، من غير بيض ولا زبدة ولا لبن، بشوية مية ودقيق وسكر هتعملي أجمل وأطعم رغيف عيش فينو. ولادي لما قاموا من النوم على ريحته قالوا لي إيه فرن العيش الفينو اللي ضرب في البيت ده يا ماما؟ طعمه كان زي العسل، كان يتاكل حاف، هيفضل طازة عندك كام يوم، مش هتحتاجي أصلا تشتري من الفرن. شوفي انتي الرغيف اللي انت بتشتريه من الفرن الرفيع ولا الرغيف الطعم المكلبز الطري اللي احنا عاملينه ده؟ طب ما يلا نصلي على الرسول ونلحق نعمل العيش الفينو على طول. ويلا نقول بسم الله. قبل ما ابتدي في العجينة، أول خطوة أساسية وأول سر من أسرار نجاح عجينة العيش الفينو إن أنا أدوب معلقتين دقيق في نص كوباية مية باردة من الحنفية. قلبي الدقيق في المية عشان هنعمل حاجة كده زي البشاميل. بعد ما الدقيق يدوب في المية كويس هرفعه على نار هادية وافضل اقلب فيه لمدة كده 3 دقايق لحد ما يتخن معايا ويعمل لي حاجة كده زي البشاميل، ويكون كده لونه شفاف وفيه مطة كده وله عرق. بعد ما اقلب باستمرار لمدة 3 دقايق هنقل البشاميل ده في طبق واسيبه يبرد. وقبل ما اسيبه يبرد لازم اغطيه كده بكيس بلاستيك علشان ما ينشفش ويعمل وش معايا، وهسيبه على جنب لحد ما يبرد تماما. ده اول سر من اسرار العيش الفينو. ويلا نقول بسم الله وندخل على العجين. انا هنا معايا كوبايتين ميه دافيه، نزلت عليهم بنص كوبايه سكر. هقلب السكر في الميه لما يدوب، وهنزل بقى بمعلقه خميره كبيره مش مليانه قوي، انا عامله كيلو دقيق، معلقه خميره مش مليانه فوريه. وهنزل كمان بحوالي 4 معالق كبار زيت، حوالي 50 جرام. هقلب بقى كل ده مع بعض واتاكد كده ان السكر داب. وبعد ما كل الخليط داب معايا اهو كيلو دقيق اللي خدت منه 3 معالق للبشاميل، هنزل عليه بمعلقه ملح صغيره، وبعدين هنزل بالخليط السائل، وكمان هنزل بالبشاميل. البشاميل ده ما استخدموش غير لما يبرد تماما. وبايديكي بقى قلبي البشاميل ده والخليط السائل مع الدقيق لحد ما يديني عجينه طريه، يعني تكون كده تسيب الطبق بسهوله و تكون طريه شويه. طبعا كده وانا بقلب لاحظت ان العجينه ناشفه، بزودها شويه ميه، واحنا قلنا كميه الميه على حسب نوع الدقيق. لما لقيت كده يدوب العجينة اتلمت من غير ما بعجن كتير، هسيبها شوية لمدة 5 دقايق وهي في الطبق. وبعد ما سبتها ارتاحت 5 دقايق هنزل بيها بقى على الرخامة. طبعا العجينة زي ما احنا شايفينها خشنة قد ايه. السر التاني من اسرار نجاح عجينة العيش الفينو العجن، يعني تخدمي العجينة لحد ما يطلع عينها، وهيطلع عيني كمان في العجن. انا لاحظت ان العجينه كبيره وتعبت ايدي، رحت اقسمها نصين، كل نص اخده كده عجنه شويه علشان العجينه تطلع هشه معاكي وطريه. لازم تعجني فيها مده ما تقلش عن ربع ساعه، وكل شويه انت هتسيبي العجينه كده على الرخامه 2 3 ترتاح وانت كمان ترتاحي. ولو لقيتي العجينه ناشفه بايديكي كده بليها ميه واعجني في العجينه لحد ما تحصلي على عجينه ناعمه طريه بتلزق بسيط في ايديكي. تعرفي ازاي؟ ان كل ما بتشدي العجينه لو لقيتيها بتتقطع معاكي يبقى كده لسه محتاجه عجن. هفضل اعجن لحد ما لما اجي اشد العجينه كده ما تتقطعش معايا، عجن مستمر. وقلتلك بين كل مره ومره افردي كده العجينه على الرخامه وسيبيها كده 3 4 دقايق ترتاح وانت كمان ترتاحي. كل مره بعمل كده. بصوا بقى، لما ابتديت كده اشد العجينه لقيت العجينه ما بتتقطعش كده، يبقى احنا ماشيين في الطريق الصح. لازم العجينه كل الخشونه اللي فيها دي تختفي وتنعم وتبقى طريه وبتلزق شويه في ايديك. على العيش عشان يبقى طري العجينه لازم تبقى طريه. شايفين دلوقتي انا بشد العجينه ما بتتقطعش، شايفين؟ بس برضو لازم اخدمها شويه.
مده زي ما قلت لكم ما تقلش عن 15 دقيقه، ولو تعبتي افرديها على الرخامه كده 3 4 دقائق وسيبيها. كل ما تسيبيها ترتاح كل ما العرق بتاعها بيشد وبيجمد اكتر. انت بقى هتلاحظي العجينه نعمت وبقت تلمع وايه ما بتلزقش. تعرفي ازاي برضو؟ خدي حته عجينه وافرديها في ايدك، كل ما تفرديها وتلاقيها كده بتتمط معاكي من غير ما بتتقطع وتعمل لك حاجه كده زي الشبكه الشفافه، يبقى كده العجينه اتخدمت كويس. وبعد ما وصلت للنتيجه المطلوبه، معلقتين زيت هلم بيهم بقى العجينه، هتلاقي كده العجينه طريت معاكي وزادت نعومه وزادت لمعان. وبتلزق ايه؟ يعني لازم تكون بتلزق، كل ما كانت بتلزق على خفيف كل ما كان العيش هيبقى طري معاك. شايفين لما بشد بقت تتمط معايا، وكمان لما بقطع حته شايفين إيه كده بتعمل لي شبكه وصوابع باينه من تحتيها. بصوا كده ما بتتقطعش كده، يبقى الشبكه الجيلوتينيه اللي هي العرق اتكون، وكده العجينه بقت صالحه لتكوين العيش. همسح بقى الطبق بتاعي بالزيت واحط العجينه فيه واسيبها لحد ما تخمر وحجمها يتضاعف. خدت مني تقريبا ساعه ساعه ونص، ما تستعجليش عليها، سيبيها تاخد راحتها. وبعد ما تخمر هاخدها كده من الطبق وانزل بيها من غير يعني ههبطها في الطبق وانزل بيها على الرخامه بعد ما مسحت الرخامه كده بشويه زيت، وهبتدي اكورها. الكوره تقريبا 75 جرام، يعني قد كده ايه البيضه الكبيره شويه. هتعمل لك رغيف متوسط جميل. قطعي بقى على حسب الرغيف زي ما انت عايزاها اكبر من كده اصغر من كده براحتك. انا قطعت العجينه دي عملت منها 20 كوره، ولو عايزه رغيف اصغر هتطلع لي اكتر من 20 رغيف. كوري بقى كل العجينه بالشكل ده، وزي ما قلنا مليون مره ايدك ميزان، الصغيره كبريها والكبيره صغريها. وبعد ما قطعت العيش بالشكل ده مسحته مسحه زيت خفيفه من على الوش وغطيته وسبت ارتاح 5 دقايق. ونبتدي بقى نشكل العجينه. ببدا باول كوره انا قطعتها، بمسح الرخامه مسحه خفيفه من الزيت وايدي مسحه خفيفه من الزيت، وببتدي ابرمها بالشكل ده، برم عادي مش محتاجه احترافيه ولا اي حاجه. بتاخدي اطراف الرغيف كده بتدخليها لجوه وتقرصي على القفله بتاعه الرغيف كويس جدا، وبرمه خفيفه من غير ما تضيعي الخمر بتاعها. بالشكل ده بتخلي شكل الاسطوانه كده انسيابي ومتناسق وكلها سمك واحد. بتاخديها بقى بترصيها في صاج، الصاج ده انا مسحاه مسحه زيت خفيفه ورشاه رشه دقيق خفيفه. ولما تيجي ترصي الارغفه تبقى على مسافات متباعده من بعض. خدي بالك تاني احنا بنشكل الرغيف ازاي. حاجه مهمه، وش الكوره يا جماعه هو اللي بيبقى لتحت على الرخامه، الوش بتاع الكوره هو اللي لتحت، ومن غير نشابه ولا اي مجهود بتفردي وتلفيها، تلمي الاطراف، تقرصي كده على القفله وتخليها من تحت. اقرصي كويس على القفله عشان ما يفتحش منك وهو بيخمر او وهو بيستوي في الفرن شكله يبوظ منك. وما تنسيش تمسحي الرخامه مسحه زيت خفيفه، اوعي تكتري احسن ايه هيبقى صعب معاكي انه يتقفل ويتفتح منك. مسحه زيت خفيفه على الرخامه وفي ايديكي الوش العجينه هيبقى من تحت، لفي جمعي الاطراف، قرصي كده واقرصي كده على القفله. وما شاء الله اجمل حاجه يعني تشكيل العجينه ده مش بياخد منك اي مجهود وبتحسي بمتعه. ودي كل كميه العجين اللي احنا شكلناها. هنغطيها بقى ونسيبها تخمر، تاخد بقى الوقت اللي تاخده. انا خدت معايا تقريبا ساعه الا ربع. وبسم الله ما شاء الله ده شكل العجينه بعد ما خمر. طبعا قلنا ده عيش فينو اقتصادي، حتى مش هنمسح الوش بالبيض، ده هنمسحه فرشه كده فيها ميه وهمشي كده على وش العجين. انا مولعه الفرن بقالي ربع ساعه على اعلى درجه حراره يعني 240 درجه. بحط الصاج في الرف اللي في النص بالظبط. خد مني الصاج الاولاني خد مني 12 دقيقه واللي بعده خد 10 دقايق. بسم الله ما شاء الله. شايفين شكل العيش اول ما يطلع من الفرن ببخه كده بالميه وبغطيه واسيبه يهدى، وبكمل بقيه الكميه. بيطلع معاكي من الصينيه على طول بكل سهوله. شايفين الجمال؟ شايفين؟ وزي ما قلت لك كل ما تكون المسافات متباعده جناب العيش بيبقى مقفله وشكله جميل ولونه من غير بيض من غير لبن من غير زبده، طلع بالجمال والحلاوه دي. والله على ريحته، الله يا سلام.
ومن كيلو دقيق واحد قدرنا نعمل كل كمية العيش دي أكتر من 20 رغيف. وانت لو صغرتي حجم الرغيف ممكن يطلع لك أكتر من 20 رغيف. مفيش وجه للمقارنة بين رغيف العيش ده والعيش اللي انت بتشتريه من بره. قسما بالله أجمل من اللي بتشتريه من بره. والناس اللي بيقولوا العيش لما بيبات بيبقى ناشف أو بيفرول منهم، جربي الطريقة دي وهيقعد معاكي طازة كام يوم. انتي بعد ما يبرد تعبيه في اكياس وتحطيه في الفريزر وتطلعيه لما تحبي تستعمليه. ما تخليش حد يستغلك في ظل الاسعار اللي احنا فيها. وزي ما قلت لكم رغيف عيش يتاكل حاف، جميل وطري ومكلبز وريحته ماليه البيت. ودي كانت وصفتنا النهارده. اتمنى ان انتوا تجربوها، وانا متاكده ان انتم على طول هتعملوها. ولو عجبتكم وصفتنا ما تنسوش تدعموني سبسكرايب وشير ولايك، وتابعوني مع سماسم في المطبخ.